عايز تعرف ازاي تفضل فقير طول حياتك؟ اتبع العادات دي وهضمن لك الفقر. النهارده هنتكلم عن عادات سيئة بتخلي ناس كتير يفضلوا فقراء وما يعرفوش يحققوا اي نجاحات في حياتهم. خلينا نشوف ايه العادات دي ونفهم ليه هي مدمرة. اول عادة، انك تفضل تأجل شغلك ومهامك لآخر لحظة. التأجيل ده عادة سيئة جدا وبيمنعك من انجاز اي حاجة. لو دايما بتقول هعمل ده بعدين، عمرك ما هتنجز اي حاجة. ناس كتير بيحلموا يبدأوا مشروعهم الخاص ولكن دايما بيأجلوا التنفيذ ويفضلوا يحلموا بس. تاني عادة، انك ما تخططش لحياتك. يعني تعيش يومك بيومه من غير ما يكون عندك خطة او اهداف واضحة. لو مش عارف انت عايز توصل لايه، مش هتعرف تتحرك في الاتجاه الصحيح. ناس كتير بيفضلوا في نفس المكان لانهم مش عارفين هم عايزين ايه بالظبط او ازاي يحققوه. العادة التالتة، انك تعتمد على الحظ وتنسى الشغل الجاد. في ناس كتير بتفتكر ان النجاح هيجي لوحده او بالحظ، وده غلط كبير. النجاح محتاج شغل وتعب وتخطيط. في ناس بتضيع وقتها في القمار او اللوتري وبتنسى ان الشغل الجاد هو اللي بيجيب الفلوس. كمان انك تفضل متابع لآراء الناس وتحاول ترضيهم على حساب نفسك. لو دايما بتفكر ايه اللي الناس هتقوله عليك ومش بتركز على اهدافك، هتفضل مكانك. ناس كتير ما بتاخدش خطوات جريئة في حياتها عشان خايفة من كلام الناس وانتقاداتهم. العادة السيئة التانية، انك تفضل تشتكي وما تشوفش الحلول. الناس اللي دايما بتشتكي من الظروف ومن غير ما تحاول تلاقي حلول عمرها ما هتتقدم. لو كل مشكلة بتقف قدامك بتخليك تشتكي ومش بتحاول تتصرف، هتفضل في نفس المكان. ناس كتير بتشتكي من قلة الفلوس لكن ما بيحاولوش يغيروا اي حاجة في حياتهم. وفي النهاية، انك ما تستثمرش في تعليمك وتطوير نفسك. لو مش بتتعلم حاجات جديدة ومش بتحاول تطور من مهاراتك، هتفضل مكانك. التعليم مهم جدا عشان تفضل تنافس في السوق. ناس كتير بتكتفي بالشهادة الجامعية ومش بتحاول تتعلم حاجة جديدة. فيا جماعة، لو عايزين تفضلوا فقراء اتبعوا العادات دي. اما لو عايزين تحققوا النجاح، حاولوا تتخلصوا من العادات السيئة دي وتركزوا على تطوير نفسكم وتحقيق اهدافكم.